ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. في الفيديو ده هكلمك عن شخصيات ظلمها الكاتب، بمعنى ان الشخصيه دي كانت حلوه جدا بس الكاتب عمل حاجه خلت الشخصيه تتدمر بمعنى الكلمه. ومش شرط الشخصيه تكون شريره واتظلمت في النقطه دي، انا قصدي ان الشخصيه تكون عندها مثلا امكانيات او حاجه زي كده، وكاتب لمجرد انه مش بيحب الشخصيه او عاوز يعمل حاجه معينه زي الاستسهال مثلا انه يظلمها ويمسح بها الارض. وده اللي هنشوف الامثله بتاعنا النهارده. انا ابراهيم او فريزلك، متنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نبدا الفيديو ده. ريتشارد واترسون من عالم جامبل المدهش. ريتشارد واترسون ده حاله تدرس في ازاي كاتب ممكن يمسك شخصيه مبنيه صح وجميله ويهدها طوبه طوبه عشان يستسهل الضحك. في اول موسمين من المسلسل ريتشارد ما كانش الخراب المستعجل اللي بنشوفه بعدين، كان ما انتخ كسول، بيحب الاكل والكنبه اكتر من عينه ومستعد يعمل اي حاجه عشان يهرب من الشغل. بس كان اب في الاول والاخر، كان جواه طيبه وحنان حقيقيين، وكان هو الامان العاطفي للعيال. لما نيكول بتقلب تنين من عصبيه الشغل وضغوط الحياه كنا بنشوفه بيقعد مع جامبل وداروين ويوصي عياطهم ويديهم نصايح من تجاربه في الحياه، حتى لو نصايح غريبه بس طالعه من قلبه. راجل بيحب عيلته وبيخاف عليها. علاقته بنيكول كانت قايمه على الموازنه، هي قويه وحازمه وهو طيب ومحتضن. الظلم الحقيقي بدا لما المسلسل نجح وبدا الكتاب يدوروا على افيهات اسرع واقوى. هنا الكاتب وقع في فخ الاستسهال وقرر يلغي كل ملامح ريتشارد الانسانيه ويركز على صفه واحده، الغباء. بس مش اي غباء، بحوله لكائن عاجز عقليا. في المواسم المتقدمه ريتشارد ما بقاش مجرد اب طيب وكسول، بقى خطر على الامن العام وعلى نفسه. الكاتب بقى يكتب حلقات كامله قايمه على ان ريتشارد لو نزل الشارع لوحده من غير نوتة مكتوب فيها يعمل ايه ممكن يخرب المدينه ويولع في البيت لمجرد انه مش فاهم ازاي يفتح باب او ازاي يشتري طلبات من السوبر ماركت. والكاتب دمر منطق الشخصيه تماما وتحول من شخص كسول لشخص مشلول فكريا ملوش اي لازمه غير انه يكون عيب وتس العيله اللي بيبوظ كل حاجه. الظلم هنا ان كاتب قتل التعاطف معاه، وبدل ما كنا بنضحك على كسل ريتشارد وبنحبه بقينا اوقات نتنرفز من كميه الغباء المبالغ فيها اللي ملاش اي مبرر غير ان الكاتب عايز يخلص الحلقه بإفيه سريع. نيكول اللي اتجوزته عشان حنيته الكاتب حولها في نظر المشاهد لداده بتراعي طفل رابع في البيت، وده نسف العمق العاطفي اللي كان مخلي العيله دي قريبه من كل البيوت. ازموس من بين 10. ازموس اتظلم في الحته اللي المفروض هو سيدها، الذكاء والهيبه. احنا هنا مش بنتكلم عن عالم عادي، احنا بنتكلم عن اذكى كائن في 5 مجرات، الراجل اللي اخترع الاومنيتريكس اللي الكون كله بيتخانق عليها. يعني المفروض لما ازموس يظهر في كادر هيبته تملى الشاشه وكله يقف انتباه يسمع كلمه اللي طالعه منه لانها بتوزن مجرات. في سلسلتين الين فورس والتيميت الين الكتاب كانوا مدين الراجل حقه تالت ومتلت. كان كائن فضائي وقور جدا، غامض، كلامه قليل بس زي الصيف، كان بيمثل الحكمه المطلقه والنضج. لما بين تينيسون الولد المراهق المغرور بقوته كان بيشوف ازموس كان بيتحول لتلميذ صغير قدام الناظر بتاعه. ازموس كان هو المرجع اللي بيلجأوا له في المصايب الكونيه والقرارات الصعبه اللي مفيش حد عنده الجرأه ياخدها. كان وجوده في الحلقه معناه ان الموضوع دخل في الجد ومفيش مجال للهزار. المصيبه السوداء حصلت لما دخلنا في سلسله اومنيفيرس. الكتاب قرروا يغيروا النغمه العامه للمسلسل كله ويخلوه من الكوميديا الخفيفه والاسلوب الكرتوني الحركي السريع عشان يشدوا فئه اصغر من المشاهدين. ومين اللي شال الليله ودفع الفاتوره؟ عمنا ازموس. انا بحب بنتن اومنيفيرس جدا، وبالنسبه لي هو ممكن اصلا يوصل للاجزاء اللي قبله وينافسهم كمان، وده لاسباب كتير. بس ما اقدرش انكر ان كاتب نزل بهيبه ازموس الارض وحوله من حكيم المجره لعجوز كركوب عصبي خلقه ضيق بيتجرجر لخناقات تافهه وبيتنرفز من اقل كلمه لمجرد ان المشهد يطلع كوميدي. الظلم الاكبر هنا هو الذكاء المطاطي اللي كاتب بقى يستخدمه. ذكاء ازموس بقى يزيد لما الحبكه تقفل والكاتب يعوز يحل معادله علميه معقده في الثواني، وبيختفي تماما ويبقى اغبى من العادي. لما كاتب يحب يعمل مشهد ازموس بيتهزق فيه او يقع في فخ طفولي عشان بين يبان هو البطل اللي فان كل حاجه. لما تاخد شخصيه بوزن وهيبه ازموس وتحولها من نكته متحركه وسريع الاشتعال لمجرد الضحك، يبقى انت ككاتب ظلمت الشخصيه وظلمت الجمهور اللي احترم ذكائه قبل كده. شفيق حبار من سبونج بوب سكويربانس. شفيق حبار او سكويد وورد في النسخه الانجليزيه هو اكتر شخصيه مظلومه ومكلومه في تاريخ كرتون الاطفال كله، واكتر واحد بيصعب عليا فيهم. الراجل ده مش شخصيه شريره ولا هو كان مؤذي. شفيق ببساطه هو المواطن المطحون الطبيعي الوحيد وسط مدينه كامله من المجانين والمغيبين في قاع الهامور. كل طموحه في الحياه انه يرجع من شغله البائس في مقرمشات سلطه، يقعد في بيته بهدوء يقرا كتاب، يعزف كلارينيت او يرسم لوحه. يعني طلبات مشروعه جدا لاي كائن حي عايز يعيش في سلام نفسي. لكن الكاتب او الكتاب قرروا يحولوه بكل حياته لجحيم مقيم وعذاب نفسي وجسدي ملهوش نهايه، فيما يعرف في عالم النقد باسم تقول كده مش هعرف اقراه فهنسميها حلقات فشخ شفيق.
الظلم هنا ان الكتاب بيعاقبوا شفيق لمجرد انه شخص انطوائي وعاقل. في كل حلقه تقريبا لازم بيت شفيق يتهد او يتعرض لاصابه جسديه مرعبه، زي لما ضفره اتخلع او لما وشه مثلا يتمسح بيه الارض او احلامه وفنه يتحولوا لماده للسخريه. المستفز في كتابه المسلسل ان سبونج بوب وبسيط هما اللي بيخترقوا خصوصياته وبيقتحموا بيته وبيبوظوا يومه، ومع ذلك الكاتب دايما بيطلعهم هما الابرياء والضحايا، ويطلع شفيق هو النكدي اللي يستاهل الضرب. والكاتب قفل كل ابواب الامل في وش الشخصيه دي لما شفيق قرر يسيب المدينه ويروح مجمع سكني كله حبارات شبهه عشان يرتاح. الكاتب خلاه يزهق ويرجع عشان يثبت لك ان شفيق مكتوب عليه النكد وبس. استسهال الكاتب في استخدام شفيق ككيس ملاكمه يفرغوا فيه كل انواع التعذيب لمجرد الضحك خلى المشاهدين لما يكبروا يحسوا بوجع الراجل ده ويفهموا ان الكاتب كان قاسي عليه بزياده وبدون اي مبرر منطقي. مش عارف ليه حاسس كده كلنا افتكرنا نفسنا مع شفيق. فيجيتا من دراغون بول. نيجي بقى لعميد الشخصيات المظلومه عالميا، امير الساينز فيجيتا. فيجيتا ده هو المثال الحي لعقده الوصيف الدائم او الشخص اللي بيعمل كل حاجه صح وبيتعب اكتر من اي حد وفي الاخر الكاتب بياخد مجهوده ويديه لغيره. فيجيتا بيمتلك واحده من اعظم مرحلات التطور الدرامي في تاريخ الانمي، تحول من غازي وشرير ثدي متكبر لشخص بيحمل ارضه واب بيخاف على عيلته ومقاتل عنده شرف وكبرياء يوزن كواكب. فيجيتا هو الشخصيه الوحيده اللي بتتدرب بجديه مريضه، حرفيا بيموت نفسه في غرف الجاذبيه عشان يطور، على عكس جوجو اللي اوقات كتير قوته بتيجي بالبركه او بالصدفه او لمجرد انه البطل المحبوب. لكن تعال شوف قلم الكاتب بيعمل ايه مع فيجيتا. الكاتب اكيرا تورياما ومن جاء من بعده يعني حط فيجيتا في خانه وظيفتها الاساسيه هي تلميع الشرير الجديد. السيناريو المحفوظ والممل اللي كاتب ماشي بيه بقاله سنين هو يظهر شرير قوي جدا، فيجيتا يدخل يقتله بكبرياء ويورينا قوته الجديده، الشرير يسحقه ويهينه ويمسح بيه بلاط الحلبه عشان يثبت للمشاهد ان الشرير ده مرعب، وبعدين يجي جوجو بالتحول الاحدث اللي نزل عليه من السماء وينقذ الموقف وياخد اللقطه. الظلم هنا وصل لقمه الاستفزاز في ارك فريزا لما رجع في السوبر. فيجيتا كان يستحق تصفيه الحساب ده اكتر من اي حد لان فريزا هو اللي اباد شعبه واذله وهو طفل، ولما فيجيتا خلاص كان هيموته الكاتب عمل حركه خبيثه وخلى فريزا يفجر الارض عشان جوجو يرجع بالزمن وياخد هو القتله. وحتى لما فيجيتا ابتكر طور خاص بيه زي الالترا ايجو القائم على تحمل الالم والكبرياء، الكاتب هزمه بيه في اول معركه. الكاتب هنا ظالم لانه رفض تماما يدي فيجيتا لقطه انتصار تاريخيه واحده قايمه على مجهوده ومصر يخليه يعيش ويموت في ظل جوجو لمجرد ان الحبكه محتاجه بطل واحد. التوأم سيموس من كيف تدرب تنينه. تنين الخنق والموت ذو الرأسين او زي ما تسمى في النسخه العربيه سيموس برأسه شكس وشكسه، ده واحد من اسرع التنانين اللي الكتاب غدروا بيهم في تاريخ سلسله كيف تدرب تنينه. في الفيلم الاول والجزء الاول من المسلسل التنين ده ما كانش مجرد كائن اليف، ده كان كائن يمثل قوه تكتيكيه مرعبه. فكره ان عندك تنين براسين، راس بيفرغ الغاز الاخضر القابل للاشتعال والراس الثانيه بيطلع الشراره اللي بتعمل الانفجار، دي في حد ذاتها كانت بتخليه اخطر سلاح هجومي في الفريق. كان محتاج تنسيق عالي جدا وذكاء في توقيت اشعال النار، لكن الكتاب مع تقدم المواسم استسهلوا جدا وبدل ما يطوروا القوه التدميريه والتكتيكيه دي قرروا يحولوا السيموس لاداه للضحك الرخيص. الكاتب ركز بنسبه 90% على خناقات التوأم الغبيه، خناقات شكس وشكسه، وبقى التنين يظهر في المعارك كانه كائن احمق، الراسين بيعضوا في بعض او بينسوا يضربوا النار في الوقت الصح وممكن يقعوا هم وراكبيهم في وسط المعركه لمجرد افيه كوميدي مكرر. الظلم هنا ان الكاتب قزم هيبه التنانين دي تماما ونزل بيه من رتبه سلاح استراتيجي مرعب لمرتبه المهرج الاخرق بتاع الفريق، في الوقت اللي تنانين تانية زي ابو سن او حتى تنين زعنف كانت بتجيلهم حلقات تبين قوتهم وولائهم وذكائهم. سيموس كان دايما بيتاخد في حته الغباء المشترك، وكأن الكاتب ما كانش عنده القدره الابداعيه انه يكتب مواقف ذكيه لتنين براسين فاستسهل وخلى الراسين يضربوا بعض وخلاص. ايس من فتيات القوه. ايس زعيم عصابه جرانجرين في مسلسل فتيات القوه. الشخصيه دي الكاتب ظلمها ظلم عقاري لانه صنع شخصيه بكاريزما عاليه جدا وبعدين قرر يحبسها في دور كومبارس اخضر ملوش اي 30 لازمه. ومع مرور الوقت ايس ما كانش زي باقي الاشرار المسلسل الغبيين او الكوميديين، الراجل ده كان بيمثل شر الشوارع الواقعي، صايع ذكي وعنده كاريزما قياديه بتخلي عصابه كامله تمشي وراه كلمه منه، حتى لدرجه ان في حلقات قديمه قدر يلعب بمشاعر بلوسوم ويضحك عليها بذكائه النفسي. الظلم الكبير هنا ان الكاتب سابه محلك سر. المسلسل كان مليان مساحات لتطوير الشخصيه دي، كان ممكن ايس يتحول لشرير معقد بيمثل الجريمه ومنظمه في المدينه، او حتى يتحول في بعض الحلقات لمضاد للبطل او انتي هيرو يساعد الفتيات لمصلحته الشخصيه، خصوصا ان في فتره من الفترات خارج المسلسل حتى في كوميكس اثبت ان الناس بتحبه وليها تقل، لكن كتاب فتيات
فتيات القوة اصروا يحجموه. اسوا عصابته فضلوا طوال المواسم هم الاشرار المهمشين اللي بيظهروا في اول دقيقتين من الحلقة عشان يسرقوا محل بقالة او يضايقوا الناس في الشارع، فتيجي فتيات القوة يضربوهم علقة موت ويطيروهم في الجو وتنتهي فقرتهم عند كده. الكاتب دمر امكانيات شخصية كانت ممكن تكون موجو جوجو جديد بس بستايل بشري وصايع، ورماها في خانة الاشرار البدلاء اللي مالهمش اي عمق درامي واصبحوا شخصيات جانبية. زوكو من افاتار. زوكو في المسلسل الاصلي ذا لاست ايربندر بيمتلك اعظم واقوى وانجح قصة تطور شخصية الريديمشن ارك في تاريخ الرسوم المتحركة كله. الكتاب في المسلسل تعبوا جدا عليه، شفناه وهو بيبدأ كأمير مطرود مغرور مليان غضب وعقد نقص وكل همه يرضي والده وزوي عشان يسترد شرفه، وبعدين شفناه وهو بينضج على ايد عمه ايرو وبيمر بمراحل شك وفشل وألم نفسي لحد ما بياخد القرار الصح بمحط ارادته وينضم لانج ويقود أمة النار لطريق السلام وبيركب العرش كأفاتار حقيقي لنفسه. نهاية المسلسل قفلته كمالك ناضج حكيم ومتصالح مع نفسه، لكن المصادمة الكبرى والضربة الغدارة جت من كتاب الكوميكس وقصص المصورة اللي كملت الأحداث بعد المسلسل زي أرك ذا بروميس وذا سيرش. الكتاب هناك ما كانوش عارفين يتعاملوا مع شخصية زوكو الناضج، فقرروا ببساطة إنهم يرجعوا خطوات لورا وينسفوا جزء من النضج بتاعه. في الكوميكس الكتاب رجعوا بزوكو لشخصية مهزوزة خايفة ومش واثقة في قراراتها، خلوه يتصرف بغموض غير مبرر ويخبي أسرار عن صحابه أنجو وكاتارا والسوكا كأنه لسه الولد بتاع الموسم الأول الأدهى والأمر. إن الكاتب خلاه في بعض القرارات السياسية يتصرف بديكتاتورية وعناد شبه طريقة والده أوزوي، لدرجة إنه طلب من أنج إنه يموته لو حس إنه بيتحول لنسخة من أبوه. ده كان ظلم كتابي صارخ، لأن زوكو في نهاية المسلسل كان قفل الصفحة دي تماما وفهم الفرق بين الصح والغلط. تحول ملك ناضج لشخص مرعوب بيكرر نفس خطايا الماضي كان استسهال من الكاتب عشان يخلقوا صراع درامي جديد على حساب كرامة الشخصية وتاريخها اللي اتكتب بدموع وتعب في المسلسل الأصلي. وبكده خلصنا من الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش تكتب لي أي حاجة أنت عايزها في كومنتات، لايك واشتراك لو الفيديو عجبك. كان معاك إبراهيم أو فريزلك في حفظ الله.